السلام عليكم متابعي قناة أخبار تونس على اليوتيوب. في مشهد صادم ومهول، اهتزت الأوساط الأمنية والمجتمعية في ولاية نابل بعدما نجحت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات في توجيه ضربة قاضية لشبكات الجريمة المنظمة. عملية نوعية كشفت عن حجم الخطر الكارثي الذي يحدق بالبلاد، حينما تمكنت الوحدات من حجز كمية تعد مفاجأة صادمة للجميع. فلم يكن المحجوز مجرد أقراص عابرة، بل هو شحنة نارية من مخدر ليريكا وصلت إلى 15,000 قرص، حملت بجرأة عبثية ومستفزة على متن دراجة نارية بسيطة. هذا الأسلوب لا يعكس فقط تهاون الشبكة، بل يؤكد أيضا وجود اختراق كارثي وتوغل خطير للسموم في شرايين الولاية، مستهدفة الشباب بأسهل وأخطر الطرق. هذه الضربة القوية تأتي لتضع عملية التهريب الأخيرة في سياق صراع إقليمي وجودي، فالكميات الضخمة التي يتم إحباطها مؤخرا تذكرنا بما فجره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني من حقائق، حين أكد أن البلاد تخوض حربا بلا هواد على الجريمة المنظمة، مشيرا إلى حجز أكبر كمية في تاريخ تونس من الإكستازي، والتي بلغت قيمتها 40 مليون دينار، مشددا على أن الحرب على المخدرات مفتوحة وبلا هوادة. وواصل الإسناد الأمني تأكيداته الصارمة التي ترسم صورة مرعبة لحجم الاستهداف، مما يرفع مستوى القلق من كون هذه المحاولات جزءا من مخطط ممنهج لإغراق النسيج المجتمعي بالهلوسة والتدمير. وفي خضم التساؤلات حول السر وراء هذا المد الكارثي في الآونة الأخيرة، لم يتوقف المراقبون عن تفجير الأسئلة الصادمة، فهذه الكميات لا تهدف فقط للربح العاجل، بل تثير الشكوك حول وجود أجندات خفية وربما أيد استخباراتية واضحة تسعى لتدمير الطاقات الشبابية وإشعال فتيل الهلاك المجتمعي في تونس. إن هذا الزلزال الأمني يؤكد أن الرهان اليوم أكبر بكثير من مجرد مكافحة التهريب، إنه تحد وجودي بين يقظة الدولة وإصرار المافيا على تدمير ثروة الأمة البشرية في معركة نارية تقرر مصير أجيال قادمة.